نفترض دلوقتي مثلا لو انت او انسان سافر لامريكا وقعد سنه سنتين ثلاثه، بيرجع لك بعد السنه سنتين ثلاثه انت بتتعلم منه لغه انجليزيه. ده لو انت اصلا دكتور في جامعه او انت مدرس وبتدرس اللغه الانجليزيه هتتعلم منه. طب هو يعرف قواعد فيديو مهم جدا لكل انسان حتى لو مش عارف يقرا انجليزي. احفظ واجعل الاسئله دي مرجعيه ليك. يلا نبدا على بركه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا بكم في هذا الفيديو الجديد من دروس تعلم اللغه الانجليزيه. الدرس ده مفيد لاي حد، سواء كنت طالب، سواء كنت مبتدئ، سواء كنت صفر في اللغه الانجليزيه. انا هعلمك دلوقتي الانجليزي او اسلوب في تعلم اللغه الانجليزيه هيختصر عليك وقت طويل جدا في دورات وكورسات، وفي الاخر هتاخد شويه قواعد وبرضه هتحس ان انت تايه في اللغه الانجليزيه. طيب علشان اعرفك انا هعلمك الانجليزي ازاي باسرع طريقه واسرع اسلوب ممكن تتحدث وتتكلم باللغه الانجليزيه زي الاجانب، هسالك سؤال. انت عايز تتعلم انجليزي يعني ازاي؟ يعني عايز تتعلم انجليزي ليه؟ هتقول لي عشان اتكلم انجليزي. هقول لك لا، اصحح لك المعلومه. انت عايز تتعلم الانجليزي علشان تعرف تسال وتجاوب. هو الانجليزي غير كده، يا اما سؤال يا اما جواب. ده مقدمه للاسلوب والطريقه السريعه اللي انا هديها لك دلوقتي. اذا فلو انت بتعرف تسال وبتعرف تجاوب وبتعرف تعمل اي سؤال، انت اتعلمت انجليزي احسن من اللي بيدرسوا بالقواعد نفسها، لان انت خدت القواعد عملي. هقول لك ازاي. نفترض دلوقتي مثلا لو انت او انسان سافر لامريكا وقعد سنه سنتين ثلاثه، بيرجع لك بعد السنه سنتين ثلاثه انت بتتعلم منه لغه انجليزيه. ده لو انت اصلا دكتور في جامعه او انت مدرس وبتدرس اللغه الانجليزيه هتتعلم منه. طب هو يعرف قواعد؟ اتعلم قواعد؟ دخل مدارس هناك؟ ابدا. امال اتعلم ازاي؟ اتعلم عن طريق الممارسه، سؤال وجواب. عايز ياكل، فواحد بيقول له وات دو يو وانت؟ وات دو يو وانت؟ ماذا تريد؟ فمش فاهم، فالتاني قال سمع بيقول I want to eat، فهو خد في دماغه. يبقى لو انا عايز اكل what do you want؟ what do you want؟ خلاص. ماذا مثلا تاكل؟ what do you eat؟ what do you eat؟ فهي لزقت في دماغه what do you want، يبقى ماذا تريد؟ what do you eat؟ خدت بالك من الحته دي النغمه what do you، حط اللي انت عايزه. يبقى what do you 100 سؤال 1000 سؤال اللي انت عايز تعمله. انا هعلمك بالاسلوب ده. هديك دلوقتي تقريبا 10 اسئله، وكل سؤال لو فهمته بقى مرجعيه لك، بقى قانون، بقى قاعده. غير كلمه واحده السؤال يخليك تبقى الاف الاسئله. يبقى كده خلصنا، وكمان هعلمك ازاي تجاوب عليهم. يبقى انت عايز ايه تاني؟ فعلا فيديو مهم جدا لكل انسان حتى لو مش عارف يقرا انجليزي. احفظ واجعل الاسئله دي مرجعيه ليك. يلا نبدا على بركه الله. السؤال الاولاني عندي، احفظ معايا لو انت مبتدئ، لو انت صفر احفظ واجعل السؤال مرجعيه ليك. اول سؤال what are you doing؟ what are you doing؟ ماذا تكون أنت تفعل؟ ترتيب السؤال بالشكل ده أنا مش هتكلم في ترتيبه كتير، أنا بكلم المبتدئ، بكلم اللي لسه عايز يبدأ، عايز يتعلم. فبقول لك احفظ السؤال كمرجعية. هو أنت ليه مش هتكلم doing يفعل؟ doing دي معناها ماذا تكون أنت تفعل، على بعضه كده ماذا أنت تفعل what are you doing؟ خلاص. طب لو أنا عايز أقول له ماذا أنت تأكل بدل doing، قول له what are you eating؟ طيب عايز اقول له ماذا تقرا؟ what are you reading؟ خد بالك انا بغير، الدنيا بتتغير معايا. what are you دي الاساسي، دي ثابت معايا. what are you مجرد انك بتغير الكلمه الاخيره دي بس. doing يعني what are you ماذا انت doing تفعل. عايز تقول له ماذا انت تاكل؟ what are you eating؟ ماذا انت تقرا؟ what are you reading؟ ماذا انت تلعب؟ what are you playing؟ حط الكلمة اللي انت عايزها بس. ماذا انت تذاكر؟ what are you studying؟ خلاص. ادي سؤال، احفظ معايا what are you، ده الاصل، دي المرجعية، دي اللي بتتغير. what are you doing؟ what are you doing؟ ردد معايا what are you doing؟ خلاص احنا خدنا سؤال اهو، مليون سؤال تقدر تعمله. what are you eating؟ what are you reading؟ ماذا تقرأ؟ what are you playing؟ ماذا تلعب؟ what are you ممكن تقول له ماذا تشاهد؟ what are you watching؟ what are you watching؟ خلاص. طيب نقولها تاني what are you doing ماذا تفعل، عشان دو يفعل. عايز تقول له ماذا تأكل؟ غير الكلمة. طيب السؤال الثاني بادئ بفعل مساعد اللي هو دو، يبقى معناها
طالما ما بداتش معاك باداه استفهام يبقى هل. Do you want it؟ معنى want تريد. Do you want it؟ it دي تريدها، يعني شيء غير عاقل. هل تريدها؟ مثلا الكوبايه، النظاره. Do you want it؟ هل انت تريدها؟ Do you want it؟ Do you want it؟ Do you want it؟ طيب انا عايز اقول له هل تحتاجها؟ بدل want حط need. اهو do you want، لا خلاص. Do you want it؟ هل انت تريدها؟ Do you need it؟ هل انت تحتاجها؟ عشان need معناها تحتاجها، وبجيب الفعل هنا في المصدر. اما الفعل هنا كنت بحط له ing، علشان ار بحط فعل ing، اما do بتجيب المصدر. Do you want it؟ هل انت تريدها؟ طيب عايز اقول له هل انت تحتاجها؟ Do you need it؟ هل انت تحتاجها؟ اي غير الفعل دوت هيديك اللي انت عايزه. نقول له مثلا do you، هل انت تشاهدها؟ Do you watch it؟ يبقى بدل اقول do you want it، عايز اقول له بدل ما هل انت تريدها اقول له do you بدل want watch it، هل انت تشاهدها؟ do you watch it؟ اقول له هل انت تحتاجها؟ do you need it؟ يبقى تاني مع بعض. ماذا تفعل؟ what are you doing؟ what are you doing؟ ماذا تفعل؟ عايز تغير غير doing. هل تريدها؟ do you want it؟ do you want it؟ احفظ السؤال واجعله مرجعيه، النغمه معاك. do you want it؟ هل تريدها؟ طب هل تحتاجها؟ do you need it؟ هل تشاهدها؟ do you watch it؟ اللي انا شديت لك خط احمر دي اللي بتتغير. السؤال الثالث برضه نفس النظام. where do you live؟ where do you live؟ اين انت تعيش؟ خد بالك ان do دايما بيجيب المصدر، يعني فعل ولا ماضي ولا في اس ولا ing، اما ار اللي بتحط فيها ing. تاني where do you، هنا كانت what are you، هنا where do you. where يعني أين. where do you live؟ أين تعيش. where do you live؟ أين تعيش. طيب عايز أقول له أين تذهب. where do you go؟ أين تذهب. where do you go؟ أين تلعب. where do you play؟ أين تعمل. where do you work؟ أين تذاكر. where do you study؟ ركز معايا، انا بغير كلمه خلاص ده مرجعيه اسمه where do you، اين انت. where do you دايما do فعل مع الاب. where do you اين انت ايه. live تعيش، عايز اقول له اين انت تذهب. where do you go اين انت تلعب. where do you play اين انت تعمل. where do you work اين انت تذاكر. where do you study. خلاص يبقى ده مرجعيه. ده انت لو كل يوم سؤال وقعدت تمرن نفسك عليه صدقني انت مش محتاج حاجه تاني. طيب how is your day؟ how is your day؟ how كيف is يكون your day يومك. how is your day؟ how is your day؟ how is your day؟ how is your day؟ طيب لو انا عايز اغير السؤال ده كيف تكون حياته. how is your life؟ هنغير your day يبقى life، سيبك من your يبقى نغير day. how is your life؟ كيف تكون life حياة يعيش. كيف تكون معيشته. كيف أختك، كيف حال أختك. how is your sister؟ طمن عليها مريضة ولا فيها مشكلة. how is your sister؟ how is your sister؟ زي ما أنا قلت لك how is your day؟ كيف يكون يومك. أنت يومك عامل إيه؟ بسألك عن حالك. طيب ممكن تغير كلمة day بلايف يعيش أو حياة. how is your life؟ كيف تكون حياتك، اخبرني عنها. أختك مريضة مثلا أنا بطمن عليها فبقول لك how is your sister؟ كيف يكون حال أخته. how is your mother؟ كيف يكون حال والدته. how is your father؟ كيف يكون حال أبوه. how is your brother؟ كيف يكون حال أخوه. يبقى المرجعية عندي how is your وغير في day زي ما أنت عايز. السؤال بعد كده why are you sad؟ ليه أنت حزين؟ why are you sad؟ why are you sad؟ ليه أنت حزين؟ ليه أنت غاضب؟ why are you angry؟ ليه أنت سعيد؟ why are you happy؟ وبالمثل حط أي حاجة في الموضوع ده. يبقى why are you sad؟ ليه أنت حزين؟ why are you angry؟ ليه أنت غاضب؟ why are you happy؟ لماذا أنت سعيد؟ المناسبة أنت فرحان أو كده يعني.
طيب يبقى اذا واي ار يو ساد. هنا سؤال هتقول لي هنا قلت واي ار يو ساد ما حطيتش اي ان جي، وفوق لما جت ار حطيت لي دو اي ان جي وحطيت، لان ار بتحط للفعل اي ان جي، اما دي مش فعل ده صفه. وعلى العموم سيبك من الحوار ده كله، لما انت بتتعامل مع الصفات ما بتحطش اي ان جي، انت بتقول له لماذا انت تكون حزين. Why are you sad؟ عايز تقول له لماذا أنت تكون غاضب. Why are you angry؟ لماذا أنت تكون سعيد. Why are you happy؟ خلاص، وغير زي ما أنت عايز. هنا السؤال اللي بعده do بمعنى هل. طالما ما بدأناش أداة استفهام إذا السؤال بمعنى هل. Do you زي do you هل أنت. Do you have معناها تملك. Do you have هل أنت تملك أو لديك. Do you have a car؟ هل أنت لديك سيارة؟ Do you have a car؟ هل أنت لديك سيارة؟ أو ممكن مثلا Do you have a pen؟ هل لديك قلم؟ Do you have a friend؟ هل لديك صديق؟ وهكذا. Do you have children؟ هل لديك أطفال؟ ركز معايا كده شوية بس. أنا مش عايزك تصعب العملية على نفسك، أنا بديك مرجعية، أنت خلاص حفظت. Do you have هل أنت تملك؟ تملك يبقى هي شيء مملوك. Do you have a car؟ أنت عندك عربية. أو تشيل a car. Do you have a pen؟ هل أنت عندك قلم؟ شيل بن. Do you have a friend؟ هل عندك أصدقاء؟ Do you have children؟ هل أنت عندك أطفال؟ Do you have a sister؟ أنت عندك أخت. Do you have a brother؟ هل أنت عندك أخ؟ كلمة. طيب السؤال how many كم عدد؟ how many معناها إيه؟ كم عدد. هنا الكلمة دي اللي بتتغير. Do you have اللي عندك. How many sisters؟ كم عدد الإخوات اللي عندك. أو ممكن بدل sister أقول لك brothers. How many بدل brothers يبقى books كم عدد الكتب وهكذا. يبقى الكلمة اللي بتتغير السؤال كمرجعية. How many سؤال مهم جدا. كم عدد sisters الأخوات يعني إخواتك البنات. Do you have دي ثابتة. طيب عايز أقول كم عدد الإخوة الأولاد. How many brothers do you have؟ كم عدد الكتب اللي عندك؟ How many books do you have؟ كم عدد الأقلام اللي عندك؟ How many pens do you have؟ المهم لازم الاسم يبقى جمع. طيب السؤال اللي بعده هل بدأ برضه فعل مساعد معناها هل. Can you swim؟ هل تستطيع إن أنت تعوم؟ طيب يبقى كلمة swim اللي ممكن أغيرها. هل تستطيع إن أنت can you مثلا drive؟ هل تستطيع إن أنت تسوق؟ Can you مثلا study؟ Can you play؟ هل تستطيع ان انت تلعب؟ غير زي ما انت عايز في الكلمه دي باي فعل. Can you لازم فعل. swim. Can you ride؟ Can you play؟ Can you swim؟ يبقى المرجعيه عندي هل تستطيع انت swim تسبح، او can you drive تقود، can you play. الاسئله دي خدها مرجعيه بس. انا خلاص عرفت what are you doing ماذا تفعل. اغير doing ماذا تاكل ماذا تشرب. what are you eating reading شغال. do you want it هل تريدها. عايز اقول هل تحتاجها. do you need it هل تشاهدها. do you watch it. اين انت تعيش. where do you live اين انت تذهب. where do you go غير دي. اين انت تلعب. where do you play. يبقى ده الاصل عندك. كيف يومك عامل ازاي. how is your day كيف حياته. how is your life كيف حال اختك. how is your sister خلاص. كيف حال الاجازه بتاعتك. how is your weekend. طيب why لماذا. why are you sad لماذا انت حزين. يبقى عايز غير صفه. why are you sad لماذا انت غاضب. why are you angry لماذا انت سعيد. why are you happy. يبقى سؤال واحد احفظه وسجله وغير في الكلمه الاخيره. do بدأت فعل مساعد يبقى هل. do you have هل أنت تملك أو عندك. have بمعنى يملك أو عندك. do you have a car هل عندك سيارة. do you have a pen هل عندك قلم. do you have a friend هل عندك صديق. do you have children هل عندك أطفال. بس يبقى do you have هي الأصل. how many السؤال مهم جدا. how many حط كلمة جمع اللي أنت بتسأل عنها ولازم تحط do you have. how many sisters كم عدد إخواتك البنات. do you have اللي عندك. أغيرها. how many brothers كم عدد أخواتك الذكور. do you have كم عدد الكتب. how many books do you have. طب عايز أقول كم عدد الأقلام اللي عندك. how many pens do you have. تمام. طيب can you swim هل تستطيع السباحة. السؤال عن القدرة. أغير swim. can you drive تقود سيارة. can you play هل تستطيع تلعب. can you
مثلا watch TV with me، هل تستطيع تشاهد التلفزيون؟ يبقى احفظ كل سؤال والكلمه اللي بتتغير فيه بس. طب اجاوب ازاي؟ واحد بيقول لك what are you doing؟ what are you doing؟ بتجاوب تقول له I am، حط اي حاجه. what are you doing؟ I am مثلا watching TV، I am مثلا reading a book، I am playing football. I am يعني انا اكون بعمل اي حاجه. قول له I am watching TV، I am reading books. خلاص؟ طيب do you want it؟ هل انت تريد؟ السؤال تقول له يا يس يا نو. خلاص. where do you live؟ where do you live بجاوب عليها اقول له I live، انا اعيش. اي حاجه. I live in Cairo، I live in Giza، I live in London. اي حاجه يبقى I live بنجاوب على where do you live؟ I live. السؤال اللي بعده how is your day؟ كيف يومك؟ fine، كويس. تمشي. how is your day؟ how is your life؟ how is your sister؟ fine، كويس. why are you sad؟ لماذا أنت حزين مثلا؟ why are you sad؟ why بنجاوب عليها because لأن because I lost my phone. مثلا تقول له أنا فقدت التليفون بتاعي because I lost أي حاجة my phone، because I lost my watch، because I lost my pen، أنا فقدت قلمي. Do you have a car؟ طالما السؤال بدو يبقى yes أو no. قول له yes يا عم أنا عندي. سؤال بفعل مساعد قول له yes أو no. How many sisters do you have؟ قول له 3. شغال. كم العدد؟ Can you swim؟ برضه كان. هل طالما السؤال بهل قول له yes أو no. قول له no ما بعرفش أعوم. يلا. Are you tired؟ هل أنت متعب؟ قول له yes. بس طالما السؤال ما بدأش بأداة استفهام نجاوب عليه يا بيس يا بنو. خلص نفسك. خلاص؟ دي أسئلة مرجعية لك. احفظ كل سؤال وفرق وشوف الكلمات اللي بتتغير، وكل يوم امسك سؤال واتدرب عليه وهتلاقي الدنيا بقت معاك تمام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.